مساء الخير عليكم جميعا. النهاردة في أكلة بمزاج مع توتة هنعمل مع بعض ميني بانكيك بطريقة سهلة ومبسطة جدا، وزي ما احنا عارفين نقدر ناكله حادق ونقدر ناكله حلو. يلا بينا علشان نبتدي نعمله، بس ياريت ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب. معايا كوبايتين من الحليب بس تكون دافية جدا، وهحط دلوقتي عليها معلقة كبيرة من الخل، وبعد ما هقلبهم مع بعض هسيبهم بس لمدة 5 دقايق. زي ما احنا هنشوف دلوقتي بعد ما سبتهم 5 دقايق احنا زي ما احنا شايفين في تكتلات، هي دي اللي احنا عايزينها. بعد كده هجيب بيضة بس برضو تكون من حرارة الغرفة او المطبخ، يعني ما تكونش في التلاجة او نكون مطلعينها من بدري. وهحط كمان معلقة صغيرة مليانة من الفانيليا، وبعد كده معايا 3 معالق من السمنة بس تكون سايحة. وبعد ما هقلبهم كويس مع بعض هجيب دلوقتي معلقتين كبار من السكر وبرضو هقلبهم. انا دلوقتي محضرة كوبايتين من الدقيق منخول، تمام، وهحطه دلوقتي وهقلبهم كويس. وهجيب دلوقتي معلقة كبيرة من بيكنج باودر ومعلقة ورشة صغيرة من الملح، زي ما احنا شايفين دلوقتي. بعد كده هقلبهم كويس جدا. بعد ما قلبتهم واتأكدت خلاص ان كله بقى مع بعض وشفت القوام. احنا يا جماعة برضو القوام بعد ما بنسيبها ربع ساعة بنلاقي القوام تخن شوية، بنلاقي العجينة اللي في ايدينا تخنت شوية. تمام، هسيبها دلوقتي ربع ساعة. زي ما هنشوف دلوقتي فعلا بقت اتخن من اللي احنا وقت ما احنا سيبناها. هجيب دلوقتي طاسة واخليها سخنة، وطبعا دي من غير اي مادة دهنية. زي ما احنا شايفين دلوقتي انا بنزل الخليط بتاعي بايه. لو ما عندكيش اللي انا بحط فيه دوت، ممكن كمان بتاع العلبة بتاعه الكاتشب او بتاعه المايونيز اللي تقدري تحطي فيها بعد ما تغسليها وتنشفيها تحطي فيها. دي برضو هتسهل معاكي كويس جدا جدا، بس لازم نكون موطيين على البانكيك. يعني انا دلوقتي الطاسه عليت عليها ان هي سخنت، وطيت عليها خالص، تمام، علشان ده مش بياخد لحظه. يعني مينفعش ان احنا يعني نسيبه، مينفعش نسيبه خالص. في لحظه كده بكون موطيه على النار، وبرده بيستوي بسرعه جدا. وزي ما احنا شايفين الفقاقيع اللي هي بتطلع منه كده ده بيكون استوى. وكده خلاص، ونعمله الناحيه التانية، نقلبه الناحيه التانية، وكده هو بيكون استوى زي ما احنا شايفين دلوقتي. نعمل مرة تاني برضو علشان نشوف مع بعض. سهل جدا جدا جدا، وكل الأطفال يعني الكبار وبرضو الأطفال بتفرح بيه جدا. وبكده نكون خلصنا وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم، ونتقابل بإذن ربنا في وصفة جديدة مع توتة.